وبيقولوا ما تغير شي بالبلد. تفتح فيسبوك بتلاقي الشعب آخذ على خاطره من والد الرئيس، لا والرئيس بيطلع وبيعتذر كمان. الاعتذار من شيم الرجال. الرئيس أحمد الشرع لما اعتذر من أهلنا في دير الزور هو أولاً تحمل المسؤولية، وثانياً هو يمتص غضب الشارع واختصر الكثير من الكلام والتحليلات والتداعيات. فالشعب السوري والله هو شعب طيب، يعني بيكفي اعتذار. وأيام زمان أهلنا بدرعا كانوا طالبوا باعتذار، فتنا وقتها بدوامة صراعات وأزمات كرمال ما يكون في اعتذار. إذن الموضوع ما هو معقد، هو فقط بيحتاج تحمل مسؤولية. صار في غلط، أنا بعتذر، خلص خلصت. فتعالوا نتخيل مثلا أنه ما اعتذر السيد الرئيس، كانت لليوم القصة عم تتشعب أكثر وأكثر، ولكن بالاعتذار نحط حد وسقطت السيرة بأرضها والكل كان رضيان وقبلان وفرحان. وأكيد هذا ذكاء وتواضع بنفس الوقت. ما عليك قنوات الجزيرة والحدث والعربية وسكاي وأغلب وسائل الإعلام حطوها وبالخبر العاجل الرئيس السوري يعتذر. نقص من قيمته شيء؟ بالعكس، شفنا بالتعليقات أنه الناس احترمت جدا طريقة التعامل السريع مع المشكلة واحتوائها. وأكيد من باب النكتة البعض صار يكتب أنه عشوي وكانت الدير كمان حتصير من الأقليات. سوريا لا امبارح ولا اليوم ولا بكرة حيكون فيها أقليات وأكتريات. بسوريا نحن كلياتنا أكتريات بحب البلد، أكتريات بتعبنا ووجعنا وحاجاتنا. وإذا كنا أقليات بشي فنحن أقليات بمعرفتنا لبعض. والله صدقوني لو نقعد سوا ونتعرف على بعض منيح من دون أي خلفية سابقة نكتشف أنه اليوم ابن الدير هو سند، وابن الساحل هو كرم، وابن السويدة هو شهامة، وأهل المنطقة الشرقية الأصالة والطيبة. ما بدي أنسى حمص، حما، درعا بيشيلوا من لقمتهم ليطعموك. أما الشام، الله على جمال الشام وحلاوة الشام وأهل الشام. حيجي يوم بتمنى ما يكون بعيد نكتشف إنه كل شيء عملناه ببعض كان عبارة عن غباء ووباء وابتلاء.